من موقع الحدث يحضر معنا السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنطان الذي سيعطينا ورقة في الموضوع. اولا ارحب بكم جميعا في هذه المدينه الغاليه علينا. هبه بريس نرحب بها ان شاء الله ونتمنى باش تكون الاقامه ديالها مريحه داخل هذه المدينه. فيما يتعلق بتوزيع الدراجات الهوائيه على تلاميذ الوسط القروي اليوم، فهي مبادره جاءت في اطار الاحتفالات المخلده للذكرى الأربعين للمسيره الخضراء المظفره، وكانت جاءت بعد تنسيق كان دام لمدة شهرين مع مؤسسة مايشاد فونديشن وشركة أوراسكوم الشبيكة. إذا هذا يعني التعاون الثلاثي أنتج هذه الدراجات الهوائية عددها 41 ستقسم على تلاميذ الوسط القروي، وبالتحديد سيتم تغطية 100% بجماعة أبو الطيح، 100% بجماعة بن خليل القروية، و40% بالنسبة لجماعة تلمزون القروية، علما أنه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيتم اقتناء دراجات لفائدة تلاميذ الجماعة القروية المصرية. إذا هذا التعاون قلنا على أنه أنتج هذا المشروع زائد مشروع آخر اللي هو إن شاء الله في مساء هذا اليوم في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد المسيرة سيتم تسلم حافلة من النوع المتوسط 21 مقعد مولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب70%، و 30% تكلفت بها مؤسسة مايشاد وشركة أوراسكوم شبيكة. إذا هذه المشاريع الحمد لله ترى النور اليوم. بطبيعة الحال نحن نرحب بجميع الشراكات التي يعني يكون الهدف منها أساسا هو الحد من الهدر المدرسي، تشجيع التدريس بالعالم القروي، تشجيع الفتاة القروية على التمدرس، تأمين تنقلات التلاميذ للمشاركة في مختلف الأنشطة التربوية الرياضية و يعني الفنية على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي. يعني شنو كتوخاو من هذه المبادرة، شنو كتبغيو توصلوا للرأي العام وشنو كتبغيو توصلوا للساكنة ديال طنطا بالضبط؟ اللي كنبغيو نوصلوا للرأي العام ككل بأن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني هي منفتحة على كل المبادرات الهادفة إلى تشجيع يعني التمدرس. كنعرفوا بأن الإشكاليات المرتبطة بالتعليم هي الحقيقة مشتركة بين الجميع، لأن الجميع يجب أن يدلو بدلوه في هذا الورش الإصلاحي المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، المجالس المنتخبة، السلطات المحلية، جميع الهيئات، جميع يعني مكونات القطاع الخاص. إذا الجميع يجب أن يساهم في إصلاح هذه المنظومة التي إن شاء الله نتوخى بأن تنتج لنا يعني في المستقبل مواطنين اللي غادي يخدموا هذا البلد العزيز علينا، اللي يعني ينتج ابناء مغاربه اللي غادي يهزوا غدا المشعل ان شاء الله وغادي يمشوا بهذا البلد الى الامام. شكرا سعد. يحضر معنا كذلك السيد العالمي المهدي مدير عام فرع شركة أوراسكوم للتنمية فرع واد الشبيكة. السيد العالمي مرحبا بك. السلام عليكم. السيد العالمي، هذا بارك الله فيك، هذا حدث هام كتقوم به الشركة ديال أوراسكوم وفرعها من هنا من واد الشبيكة. بغيناكم تعطيونا واحد الورقة تعريفية على هذه المجموعة. السلام عليكم. مجموعة أوراسكوم ديفلوبمون مسؤولة بتنمية المشروع السياحي اللي سميتو الشبيكة، والتسمية ديال المشروع السياحي الشبيكة تعطى على واد الشبيكة اللي تشوفوا هنا على اليمين ديالكم، واد الشبيكة. وهذا تنمية المشروع السياحي إن شاء الله غيفتح في 2018، ما بين 2018 وما بين 2019 إن شاء الله، وغيكونوا فيه لي زوتيل، لي ريزيدونس، فيلا، ابارتمون، مارينا اي غولف ان شاء الله. السؤال الثاني السي العالمي، علاش تم الاختيار ديال هذه الاحتفالات بالمقارنه بالموازاه مع ذكرى الاحتفال بالمسيره الخضراء؟ احتفال المسيره الخضراء 40 انيفرسير ديال المسيره الخضراء ايفينمون هام
وكل شيء هنا في المغرب مهتم بهذه الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، والمشروع شبيكة حتى هو مهتم بهذه الذكرى المهمة. وخدينا القرار لو لونسمون ديال هاد الأنشطة الاجتماعية باش نعاونوا الأطفال في منطقة طنطان والنساء في منطقة طنطان باش نحسنوا حياتهم كل نهار. بغينا نسولكم واش غادي توقفوا عند هذا الحد ولا مازال كاينين انشطه اجتماعيه اخرين؟ ان شاء الله ما غنوقفوش في هذا الحد، هذا غير الاول ان شاء الله. اليوم تعطى لو لونسمون ديال لو بلان داكسيون سوسيال الانشطه الاجتماعيه في منطقه طنطان، وهذه لا بروميير اكسيون بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء، وان شاء الله غنمشيو حتى لجويي 2016 ان شاء الله. وفي الجانب الاقتصادي السي العالمي واش مازال غتعطيو المنطقه شي حاجه، واش مازال غتعطيو المغرب ككل شي حاجه؟ شركة أوراسكوم ديفلوبمون واتشبيكا ديفلوبمون اللي مهتمة بتنمية المشروع السياحي في المغرب في منطقة طنطان غتعطي إن شاء الله أنشطة اجتماعية اللي تعاونوا النساء والأطفال في منطقة طنطان، وإن شاء الله مازال غنعطيو العام الأول والعام الثاني والعام الثالث حتى إن شاء الله نهاية والانطلاق المشروع السياحي. شكرا سي العالمي. قرموطي أيوب، فيفا بريس من واد شبيكة، إقليم طنطان.